السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. واللي توقعناه حصل النهاردة. كاب فيردي صعد رسميا لدور ال16 بعد الفوز النهاردة على موزمبيق 3-0 في ماتش. شايف كاب فيردي لعب ماتش حلو النهاردة بالهداوة، شوط من بره، الدنيا تمام، الدنيا ارتاحت معاهم، صعدوا عندهم 6 نقط أول المجموعة بلا منازع. فخلاص ده مكسب لمنتخب مصر في حد ذاته. ليه؟ ماتش مصر هيبقوا مريحين شوية. اللي عنده انذارات هيركن، مش هيضطر يلعبه، ممكن يلعب بشوية من الأساسيين مع شوية من الاحتياطيين. فالكلام ده كله في مصلحة منتخب مصر بصراحة. يعني مش هيلعبوا بالجدية اللي كانوا هيلعبوا فيها لو مثلا النهاردة تعادلوا، ولا النهاردة مثلا اتغلبوا. لأ، هتبقى الماتش حلو. فهي مسهل، دي فرصة كويسة لمنتخب مصر علشان ياخد المركز الثاني ويصعد مع منتخب الراس الأخضر أو كاب فيردي. في المجموعة اللي بعد كده اللي هي مجموعة السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا، كان في ماتشين. السنغال أسود الترنجة افترسوا أسود الكاميرون 3-1. السنغال فريق منظم جدا، فريق عارف بيعمل ايه، الخطوط بتاعته متقاربة جدا. في لعيبة عارفين بيعملوا ايه، شايلين المنتخب. ما بقاش منتخب اللي هو النجم الواحد. يعني من سنتين ساعة ما خدوا البطولة كان ماني، لكن المرة دي تشوف اسماعيل صار وتشوف مانيه وتشوف كذا لعيب في السنغال. لا لا، عاملين فرقة ما شاء الله محترمة بصراحة. فاليو سيسي عامل فرقة زي الفل. طبعا الكاميرون الدنيا مش ظابطة معاهم. مش ظابطة معاهم خالص. يعني بعد إصابة كمان فينسنت أبو بكر الدنيا خربت أكتر فما كانوش قادرين بصراحة. ندخل على الماتش التاني، غينيا وجامبيا، وكانوا يعني من أوحش الماتشات اللي في البطولة بصراحة. هي غامبيا او جامبيا هي اللي كانت بتحاول يعني طول الماتش، وقدرت في الاخر تجيب جون عشان تاخد 3 نقط. وغينيا كمان عندها 3 نقط، والكاميرون عندها كده نقطة واحدة من تعادلها مع غينيا. والسنغال 6 نقط. السنغال وصلت خلاص. يعني السنغال وكاب فيردي أول المتأهلين لدور ال16، واحنا لسه قاعدين. والله يعني مصر اللي كانت مرشحة ان هي تتصدر المجموعة، مصر لسه قاعدة عندها نقطتين ومستنيه بقى فرج ربنا في الماتش اللي جاي، او نطلع احسن توالت، والله اعلم. محمد صلاح اتاكد غيابه خلاص ماتشين. يعني الكلام اللي خارج من منتخب مصر ان هو هيغيب عن الماتش اللي جاي وماتش دور ال 16. لو وصلنا لدور ال 16 وعدينا دور ال 16 كمان، ربنا يكرم ويرجع ساعتها. المنتخب كان احسن من غير صلاح، ده الكلام بقى اللي بيتقال كله. ما صلاح خرج المنتخب كان احسن. ممكن تكون حاجة يعني بنقولها كده ايه، الاعتمادية. يعني الناس معتمدة ان ابو صلاح موجود، ابو مكة هيطير ويجيب جون وخلاص، على كده يخلص لنا الماتش. فاللعيبة لما خرج محمد صلاح ودخل فينا جون ابتدت تحس شوية يعني ايه بالمسؤولية. ولما خرج اللعنة كمان، لما اللعنة خرجت من الملعب، عارفين طبعا مين اللعنة؟ النني. اول ما خرج ربنا كرم بعد كده ايه، والمنتخب تحس ان بقى فيه روح جديدة كده. ويعني ودبت فيه الروح، حاجة جديدة كده دخلت على اللعيبة. مش عارفين ايه اللي حصل. مش من المدرب ده قاعد نايم بره، الله يسهل له. يعني فيتوريا ده الله يبارك له، لغايه الدقيقه 70 كان قاعد لسه بيتفرج معانا. انزل ولا ما انزلش؟ ما تخلص يا عم الحاج، ما تخلص يابا وبدل تبديلاتك ونزل الناس الجديده عشان تريزيجيه يعمل جون والناس تلعب. ومروان عطيه اللي انت منزله في اخر 10 دقايق، يا راجل حرام عليك، اتقي الله يا جدع. ده انت طلعت على الله، ولا برتغالي ولا نيل، انا مش عارف جابوك منين بصراحه، بس ما علينا يعني. ادينا هنقضي بيك البطوله دي وربنا يسهل يعني. فاتمنى يا عم فيتوريا الماتش الجاي ما نشوفش النني، عشان هتعب نفسيا والله. يعني اول ما بشوفه في الملعب وبيقعد يهز في شعره كده، يمكن انا عشان ما عنديش شعر مش عارف، يمكن. بس يعني بتعب منه اول ما بشوفه في الملعب، بتعب منه نفسيا. يا ريت ما نشوفش محمد النني. مش صلاح مش موجود، ياخد صاحبه، ياخد زميله، يقعده جنبه، يقول له تعالى انت الناس كلها بتهاجمك، هنوريهم بقى منتخب مصر من غير النني عامل ازاي. يمكن احنا نطلع غلط يا جدعان. اصل النني ده لعب مع كوبر ولعب مع كيروش ولعب مع فيتوريا، مش عارف ازاي. سبحان الله. هي ارزاق، والله العظيم ارزاق. يعني في حاجات كده بتبقى ايه، ارزاق من عند الخلاق، فمحدش يقدر يعترض عليها. فالنني ده من ضمن الارزاق، فنسيبه، هو رزقه في الكلام ده.
بس خلاص بقى كفايه عليك كده، اعتزل وروح درب. مش انت نفسك تدرب تاخد دورات تدريبيه والكلام ده؟ روح درب بعيد عننا. واتمنى اشوف فتوح مكان محمد حمدي، لان محمد حمدي فشل في الماتشين اللي فاتوا فشل ذريع، يعني لدرجه ان غانا كانت نصبه خيمه وقاعدين في الناحيه بتاعت محمد حمدي في الجبهه الشمال، قاعدين عنده شغالين الله ينور. فبلاش محمد حمدي برضه، مش عايز اشوفه. اعمل خطه حلوه كده، يعني المعلم حسن شحاته قال لك خطه العب ب 3 4 3، ما تلعب، ما تجرب كده، يمكن ربنا ينفخ في صورتك. يعني هنقول ايه طيب؟ الراجل اهو قعد 6 سنين مع منتخب مصر، خد 2006 و2008 و2010، يعني الراجل عمل شغل، يعني قعد 4 سنين ولا 5 سنين. ما ننساش طبعا ماتش البرازيل وايطاليا طبعا في كاس القارات. فبيديك خبرته، خد من خبرته شويه، يمكن ربنا ينفخ فيك، يعني ينفخ في صورتك شويه يعني، ونحس ان احنا عندنا مدرب. لان احنا كده ما عندناش مدرب بالفكر اللي انا شايفه ده مفيش، ده بطيخه. فربنا يكرم ان شاء الله. بكره في 3 ماتشات باذن الله. بكره مجموعه الجزائر، اتمنى ان الجزائر تكسب بكره باذن الله. عندها ماتش قوي مع بوركينا فاسو او فاسو، يعني ايا كان. فربنا يكرمها باذن الله وتفوز، ونتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق العربيه في البطوله دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي القلب. وفي بكره كمان ماتش تونس ومالي. وهشجع علي معلول ولا علي ديانج؟ والله الواحد مش عارف، يعني اشجع معلول ولا ديانج؟ الاثنين هيلعبوا قصاد بعض، هشجع معلول. ديانج شكله مفارق، فمش فارقه بقى كتير. فهنشجع عمنا علي معلول كده، ربنا يكرم تونس وتكسب برضو ان شاء الله بكره. يلا اشوفكم على خير باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده، وكمان اشترك في صفحه الفيسبوك واعمل لايك وشير. اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.